ستار جيت، ستار وورز، ملفات الحرب الباردة والولايات المتحدة الأمريكية. عايز تسجلنا يا ابني تودينا في داهية؟ مساء الخير. تخيل في السبعينات في الحرب الباردة الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة عظمى في العالم قرروا يسيبوا التكنولوجيا والكلام الفاضي ده، ولا أقمار صناعية ولا أجهزة تصنت ولا تكنولوجيا ولا حتى عملاء سريين، وقعدوا يراهنوا على إنسان واحد بس قاعد في أوضة فاضية ومغمض عينيه، وقالت له أمريكا شوف لنا كده بيحصل إيه في روسيا. الساخر في الموضوع إن ده مش فيلم، دي وثائق متصنفة رسميا، وكان المشروع اسمه بروجكت ستار جيت. مشروع ستار جيت ده كان زي لقطات كده والابيض والاسود من الحرب البارده في السبعينات، وفي الوقت ده ما تفهمش الديلر بتاع الولايات المتحده ولا بتاع روسيا كان ضرب لهم ايه في الخلطه، ولكن امريكا كانت خايفه ان السوفييت يكونوا بيجربوا في تجارب القدرات النفسيه، فراحوا قايلين ما تيجي احنا كمان نجرب، وراحوا عاملين برنامج جديد في حاجه اسمها ريموت فيوينج. يعني ايه بقى؟ يعني واحد مأنتخ في حته بعيده خالص وقادر ان هو يشوف حاجات على بعد كيلومترات وبينه وبينها مسافات بعيده جدا، ومش بس كيلومترات، ده يمكن قارات. انا عارف ان الموضوع غريب شويه، ولكن صبرك معايا وطول بالك عليا، بس والله انا شاكك انه الديلر بتاع الماث انفيتامين لامريكا وروسيا كان مزود الجرعه حبتين. المشروع بدايه كانوا عباره عن شخص من CIA بيقعد مع واحد من المأنتخين دول ويديله رقم هدف، مش اسم مش مكان، لا مجرد رقم، ويبدأ بقى الشخص المأنتخ ده اللهم احفظنا يبدأ يديله تفاصيل كاملة، مياه، معادن، حرارة، برج، شكل دائري، عروستي، وفي الاخر الراجل المأنتخ ده يديله تفاصيل قاعدة عسكرية بحذافيرها. وهل الموضوع ده دليل ولا صدفة ولا ايه اللي حصل؟ بعض من الناس اللي اشتغلوا في البرنامج ده بتاع بروجكت ستار جيت قالوا ان الموضوع ليه تفاصيل ترعب شوية، وقالوا ان المخ مش مصدر الوعي، ولكن هو المخ مجرد مستقبل زي الراديو كده، تقفل تفتح تغير قناة تقفل الفيديو خالص. يعني بمعنى أصح إن الوعي مش مربوط بمكان. طب إيه علاقته بالزمن؟ الزمن أو زي ما سموه تايم جيتس بتقول إن في نظريات روحانية حديثة بتتكلم عن بوابات الزمن، مش بس إن هي تشوف مكان بعيد في قارات بعيدة، لا كمان تشوف الزمن، يعني تشوف الماضي ويمكن كمان المستقبل. طب انا جبت الكلام ده منين؟ هقول لك حالا. في بعض الباحثين الروحانيين بيربطوا ما بين الاختراق ده وما بين حضارة بابل. اصبر ما تقلقش، هقول لك حالا. موضوع بابل ده جاي في الطريق. بابل كانت دايما رمز للمعرفة القديمة، وفي ناس بتقول انه دايما الحضارة القديمة دي كان عندها فهم للطاقة والتردد، وان البوابة دي مش بوابة فعلية حقيقية تروح تفتح الباب وتخش مساء الخير، لا دي حالة وعي. والتايم جيت بالبلدي كده زي ما تقول بيحاول الوعي يخترق الزمن. وفي عز الحرب الباردة التنافس ما كانش بس بالأسلحة والصواريخ، ولكنه كان بالتنافس على الزمن نفسه. جوه بقى البرامج السرية زي برنامج ستار جيت بتاع CIA كان في أسئلة كتيرة بتدور، وأحد الأسئلة دي كان غريب شوية على الأقل بالنسبة لي أنا، وهو بيقول يحصل إيه لو الوعي مش مرتبط بالجسم؟ ويحصل إيه لو الزمن مش خط مستقيم، يبقى مجرد دايرة حلزونية؟ ومن هنا ظهرت الفكرة الهباء بين بعض الباحثين الروحانيين. الفكرة دي كانت بسيطة ومخيفة في نفس الوقت، إنه لو كل لحظات الزمن موجودة في نفس الوقت، الماضي والحاضر والمستقبل، يبقى معنى كده إنه العقل لازم يظبط التردد بتاعه المظبوط اللي يدخل فيه في المكان والزمان اللي هو يختاره، زي أكنك بتغير الموجة بتاعة الراديو بالظبط. تجارب الوعي والزمن، الشخص ده اللي بيجرب يقعد في أوضة منعزلة ومأنتخ بدون تواصل بدون معلومات، هو زي ما تقول هدف مختوم من الماضي أو ظرف بتاريخ للمستقبل لسه ما حصلش، والمطلوب من الإنسان اللي قاعد مأنتخ ده ومغمض عينه إنه يوصف الحدث. في بعض الروايات بتقول إن حصل فيه تطابقات فعلا 100%، وحصلت مباني مهدومة اتوصلت فعلا بدقة، تفاصيل جغرافية اتأكدت بعديها، ولكن الأخطر هو كان الاستشراف المستقبل. كلمة كبيرة دي جدا عليا، ولكني حفظتها. وهنا بقى شباب نادي الفيزياء اتدخلوا في الموضوع، وهنا قالوا لك هنعمل ربط بالكوانتم او ميكانيكا الكم في ظهور حاجه زي التشابك الكمي، جسمين يفصل بينهم آلاف الكيلومترات ومع ذلك يتأثروا ببعض لحظيا لمده لحظات. العلم بيقول ان ده مش نقل معلومات اسرع من الضوء. لو الجسيمات قدرت تتخطى المسافه، هل ممكن الوعي يتخطى الزمن؟ انا نفسي مش فاهم اي حاجه، هسيب لك انت الموضوع، حط في الكومنتس وقول لي رايك ايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك، الله يكرمك.
في بعض الباحثين افترضوا انه الوعي نفسه هو ظاهرة كوانتم، وممكن الوعي ده يتفاعل مع مجال المعلومات اللي هو خارج الاطار الزمني التقليدي اللي احنا نعرفه. وهنا سيريان يدخل على الخط. دخل يا سيدي دخل، ما هي مشرحه ناقصه اوتله. انا هحاول اشرح لك ايه اللي بيحصل. بيشغلوا حاجه اسمها صادم الهيدرونات الكبير، يا دي النيله السوداء على الكلام الكبير اللي انت بتجيبه. يعني بالصلاه على النبي كده بلغه الشارع بيجيبوا اكبر صادم جسيمات في العالم. تاني هحاول ابسطها اكتر، كانك لا مؤاخذه كده جايب اكبر خازوق بتلفه حوالين نفسه بسرعه الضوء عشان يطلع لنا كده خوازيق صغيرين. ايوه هنعمل ايه بقى بالخوازيق الصغيره دي؟ يحاولوا ان هم يوصلوا لاصغر ذره اللي منها قال ايه هيعرفوا سر التكوين. استغفر الله العظيم ما علينا يعني. المهم الهدف المعلن او اللي قايلين عنه فهم اصل الكون والماده المظلمه، ولكن في نظريات تانية كانت بتقول انه الدراسه دي ما كانتش بس الفهم الماده المظلمه، ولكن كانوا بيحاولوا يعملوا الواقع نفسه. طبعا احنا كده دخلنا في حاله استغفار كبيره، بس المهم ده اللي كان بيحصل فعلا. لو الواقع ثابت او قائم على احتمالات الكوانتم، ولو الزمن مش ثابت، فهل ممكن لا مؤاخذه كده يعني فتح شق صغير في النسيج الزمني؟ وهل بعد حلقه زي دي في برنامج ايه الحكايه ممكن القناه تكمل؟ بس هل ده كان هو فعلا الهدف من ورا تايم جيت، البرنامج اللي عملته CIA؟ على حسب بعض الروايات في بعض الاوقات كان بيحصل فيها تشويش ادراكي او احساس جماعي بتغيير في الواقع. كانوا واثقين مثلا ان واحد زي مانديلا مات وكانوا فاكرين جنازته كويس وهو عايش لسه وبيلعب. هل دي ظاهرة نفسية ولا دي نتائج تجارب فيزيائية اتعملت على بعض مننا؟ السؤال المرعب هنا مش هل نقدر نشوف المستقبل، بس خليني اسألك سؤال. بذمتك لو عندك طريقة تقدر تشوف بيها الخازوق اللي جايلك في المستقبل، مش هتبقى عايز فعلا تبص عليه عشان تتفاداه؟ والسؤال بقى اللي بجد هنا، لو فعلا شفت المستقبل ده، هل هيفضل المستقبل اللي انت شفته ده ثابت ولا هيتغير؟ ولا هو واحد من احتمالات لا نهائية، وفي كل احتمال من دول في نسخة منك غير التانية، والنسخة المختلفة عنك دي بتسأل نفس السؤال دلوقتي في البعد التاني. خلينا بقى نرجع للسؤال الشائك اللي لسه محيرنا لحد دلوقتي. لو الوعي فعلا خارج نطاق الزمن، يبقى مين اللي بيحلم بمين؟ ممكن تبطل تجيب لي السكريبتات دي؟ الله يكرمك، انا مش فاهم بعضي اصلا. وده ياخدنا لإبرة النووي اللي اتحركت. جايلك كان في مقابله مع واحد اسمه تاكر كارلسون، والضيف فيها كان بيحكي عن تجربه فعلا حصلت، والتجربه دي حصلت جوه برنامج CIA في الحرب البارده. وقال ان هم كانوا نفسهم بيعملوا اختبارات عن اشخاص عندهم حاجه اسمها ريموت فيوينج، ومش بس ان هم بيشوفوا اماكن بعيده ولكن يقدروا يأثروا فيها كمان. يعني بما معناه كده وانا قاعد بالليل فاتح الثلاجه وبلقط رزقي، يجي اخينا ده يبص عليا بشوف انا بنقنق في ايه. ولكن للكلام الجد، السايكيك ده بيبقى قاعد في غرفه معزوله وبيكون مربوط بجهاز قياس اشعاعي نووي صغير، وهو عباره عن ابره ثابته ما بتتحركش الا لو في تسريب نووي، والتسريبات دي تكون من مستوى عالي مش مستوى صغير. والسايكيك ده كان قاعد في مبنى وفي غرفه بعيد تماما عن الجهاز او عن الابره النوويه دي، وما يعرفش بوجودها. وطلبوا منه انه يركز ويتخيل الجهاز ويتخيل الابره ويتخيلها وهي بتتحرك. دقايق عدت والناس اللي واقفين قدام الجهاز مفيش حاجه بتحصل ومفيش حاجه بتتغير، وفجاه المكنه طلعت قماش، الابره اتحركت. وبعد ما الإبرة اتحركت رجعت تاني في مكانها، وبعد كده اتكرر الموضوع تاني. هل ده كان تشويش؟ هل ده كان خطأ في المعايرة أو في ضبط الإبرة؟ ولا ده كان فعلا إثبات لقدرة عقلية البشر؟ أنا نفسي ما عنديش إجابة. في ثقافتنا العربية الفراسة وقراءة الطالع دول موجودين من آلاف السنين، وفي العصر الحديث في ناس بتدعي قدرات استباقية. شفت استباقية دي؟ والنبي والناس دي اتكلمنا عنهم في حلقات قبل كده، يبقوا ارجعوا شوفوا حلقه تسلا. في فعلا تنبؤات بتحصل، وفي حالات تانية الناس بتخبط في الحلل وخلاص. بس السؤال اللي انا عايز اعرفه، الناس اللي بتحاول تشوف المستقبل وتطلع غلط دي، هل هي فعلا غلط بالصدفه ولا قاصدين يكونوا غلط عشان الناس ما تقلقش وتخاف؟ تعالوا نتكلم رسميا، ورسميا في برنامج عربي معلن بحجم ستار جيت، بس هل في تجارب سريه ولا لا؟ ما نعرفش. هل ده حقيقي؟ ممكن لا. هل عندنا دليل؟ لا ما عندناش. هل عندنا امثله؟ عندنا امثله. لما شيماء تقول ان بنت خالتها حسدتها وهي اللي كانت السبب في ان هي فركشت مع البوي فريند بتاعها، طيب يا شيماء لو الكلام ده كان فعلا مثبت، مش كنا استخدمنا الموضوع ده كسلاح ضد اعدائنا؟ انا عارف الموضوع قلش شويه بس عشان الحلقه تمشي. فالسؤال الصح هنا، لو العقل يقدر يشوف عن بعد، هل كمان العقل يقدر يأثر عن بعد؟ وعشان كده جبنا مثال طنط شيماء. بس لو التأثير ده فعلا موجود وحقيقي، يبقى احنا بنتعامل مع سلاح خطير جدا، وساعتها السلاح ده يكون اخطر من عين بنت خالة شيماء نفسها. طبعا زي ما انتم عارفين في مسلسلات امريكيه وافلام امريكيه بتتكلم عن تعامل او تعاون الFBI والCIA مع السايكيكس عشان يحلوا الجرائم، يعني زي مثلا ذا مينتالست.
بطولة باتريك جين. كان بيدعي ان هو سايكيك، ولكن في الحقيقة هو كان سهن ومش سالك خالص، زي بنت خالة شيماء بالظبط. هو عبارة ان هو عبقري ملاحظة وتحليل سلوك، وزي مسلسل ميديوم البطلة عندها لا مؤاخذة رؤية حقيقية عن الجرائم، وان هي بتتعاون مع المدعي العام عشان تحل الجرائم دي. عندك ذا ديد زون، بعد ما حصل حادثة للبطل بدأ يشوف حاجات جديدة ما كانش بيشوفها قبل كده، وبدأ يتكلم عن حاجات بدأت تحصل في المستقبل وعمره ما أخطأ ولا مرة حتى. وطبعا عندنا ذا سيمبسونز. رأيي الخاص عن ذا سيمبسونز في تحليل المتواضع ان هم كلهم اشخاص نتيجة للخازوق الكبير اللي اتكلمنا عليه قبل كده، اللي لما بيلف بسرعة بيجيب احداث من المستقبل. ولكن موضوع ذا سيمبسونز ده موضوع تاني، انا هسيبه لكم انتوا تقولوا لي عنه في الكومنتس. ولكن في الاخر عايز اقول ان برنامج ستار جيت هل هو كان حقيقي؟ والنعمة والله كان حقيقي. هل امريكا والولايات المتحدة صرفت عليه ملايين؟ اي نعم صرفت عليه ملايين. طب الفولة ايه؟ الفولة لا مؤاخذة في القدرة. النهاية اللي عايز اقوله ان لو اقوى جهاز مخابرات في العالم فكر ان هو يعمل الموضوع ده وفعلا نجحوا في الموضوع ده، هل عارفين حاجة احنا مش عارفينها؟ ولا ده مجرد خدعة وبروباجندا معمولة من ايام الحرب الباردة؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتس واشوفكم في الحلقة الجاية.